السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، النهاردة يا حبايبي هنحل مع بعض عدد تدريبات كتاب المعاصر صفحة 247 248 249. يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد من حل التدريبات طول السنة، وأقول لكم بالتوفيق. نقول بسم الله. السؤال الاولاني choose the correct answer from A B C or D. نمبر 1 هتقول له through يعني عبر. رقم 2 هتقول له along this road يعني على امتداد هذا الطريق. رقم 3 هتقول له into the pool داخل طبعا المسبح. طيب هنا بيقول لك رقم 4 هتقول له up went up يعني طلع على السلالم، the stairs السلالم. هنا هتقول له into the ground. رقم 6 هتقول له through عبر. رقم 7 هتقول له into. رقم 8 هتقول له around يعني حول. رقم 9 هتقول له onto. ورقم 10 هتقول له down يعني على. ورقم 2 في الكومبليت نمبر 1 هتقول له through يعني عبر او خلال النفق the tunnel. طيب رقم 2 هتقول له in. رقم 3 هتقول له across. طيب رقم 4 on. رقم 5 out. ورقم 6 يا شباب هنقول له over. ورقم 7 into. ورقم 8 across يعني عبر. ورقم 9 along. كده يا شباب حلينا صفحة 247. هنتنقل لصفحة 248. 248 يا شباب هتقول له generated يعني بيستخرج هناك، يستخرج. طيب هنا هتقول له spaces، وهنا هتقول له طبعا في الكومبليت بيقول لك read and complete the text with the word in the box. اقرأ النص وكملوا بالكلمات اللي في البوكس. أول حاجة عندك هنا هتقول له green spaces يعني مساحات خضراء. وهنا هتقول له clean transportation يعني وسائل نقل نظيفة. هنا هتقول له community garden الحديقة المجتمعية. وهنا هتقول له welcome to come in and grow things مرحبا بك. طيب بعد قراءة الفقرة يا شباب بيديك بعض الأسئلة، بيقول لك تشوز ذا كوريكت أنسر. نمبر 1 في الاختيار هتقول له pollution يعني تلوث. رقم 2 هتقول له sun يعني شمس. رقم 1 في التكملة بيقول لك هنا answer the following question. how will street يعني كيف الشوارع be in the new cities في المدن الجديدة بتبقى عاملة ازاي. هتقول له wide يعني واسعة with side walks بها ممرات تمشية. رقم 4 تقول له grows things زراعة الأشياء and enjoy والاستمتاع. رقم 5 هتقول له yes they will be clean and unpolluted يعني هتكون طبعا ما فيهاش تلوث. رقم 6 هتقول له people. رقم 1 في اللي تشوز هتقول له in لأن دي سنة بيقول لك 1995 هتقول له in. طيب هنا هتقول له along the road يعني بطول الطريق، طيب أو بامتداد الطريق. سهى is diving هتقول له into the pool. سهى بتغوص طبعا في حمام السباحة، داخل حمام السباحة. هنا هتقول له in عشان في سنة زي ما قلت لك. وهنا هتقول له from car. وهنا هتقول له at لان هنا بيقول لك بيديك ساعة يبقى at 7 o'clock at 2 o'clock كده يعني. طيب بيقول لك هنا اكتب باراجراف من 80 كلمة عن new cities in Egypt المدن الجديدة في مصر. هتقول له Egypt is building new cities. مصر بتبني مدن جديدة to prepare لتستعد أو بتعد for the future للمستقبل. This cities يعني هذه المدن are modern بتكون حديثة and clean نظيفة and designed وتصممت to help people عشان تساعد الناس. life better حياة أفضل. lives on the most famous project في معظم المشروعات المشهورة is the new بتكون the new الجديدة. and the example على سبيل المثال is new العالمين يعني العالمين الجديدة. located بتقع on the Mediterranean coast بتقع طبعا على الساحل. the government الحكومة. views and modern facilities. كده يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بالتوفيق والنجاح يا رب. مع السلامة.